النهاردة الاتنين 9 يونيو 2025، وزي ما عودناكم بنبص بتركيز على موضوع مهم. النهاردة هنتكلم عن استعدادات المغرب يعني لاستضافة حدث كبير، كأس الأمم الإفريقية 2025، وهنركز أكتر على ملعب فاس الكبير والتحديثات اللي بتحصل فيه دلوقتي. أيوة، المصادر اللي معانا فعلا فيها تفاصيل كتير عن أعمال التطوير ومواعيد البطولة، وكمان معلومة مهمة يعني لازم نوضحها بخصوص ماتش ودي للمنتخب المغربي. بالظبط، هدفنا النهاردة إننا نعرف أهم التغييرات في الملعب ده وإزاي ده بيخدم طموحات المغرب الرياضية، وكمان نصحح أي لخبطة بخصوص الماتش الجاي. طيب خلينا نبدأ بملعب فاس. الملعب ده أصلاً افتتح في 2007، ودلوقتي بيشهد عملية تطوير شاملة شاملة فعلا. عشان يكون جاهز لكأس الأمم اللي هو هتتلعب بين 21 ديسمبر 2025 و 18 يناير 2026. أهم حاجة طبعاً هي زيادة السعة من حوالي 45,000 لأكتر من 49,000 مقعد. وممكن توصل ل 55,800 كمان. أيوة، لكن اللي لفت نظري أكتر بصراحة هي التغييرات التانية، زي إزالة تراك الجري ودي نقطة مهمة جدا. وتنزيل مستوى أرضية الملعب وتغطية المدرجات بالكامل وشبكة إنترنت كمان. بالظبط، يعني التغيير مش بس في العدد. لا خالص، دي نقلة تانية خالص في تجربة المشجعين نفسهم. أكيد، وفي كمان تركيب شاشتين، يعني شاشتين عملاقتين في الجهة الشمالية والجنوبية. تمام. وكمان تحديث نظام الإضاءة بالكامل عشان يبقى متوافق مع معايير الكاف الجديدة. ده غير بقى تطوير كل المرافق، يعني غرف الملابس، المداخل، أماكن الصحفيين. واضح إن مفيش تفصيلة سايبينها. حتى المنطقة اللي حوالين الملعب بتتحسن، مساحات خضراء وممرات جديدة وكده. ممتاز. ولو ربطناه ده بقى بالصورة الأكبر، مم. التحديثات دي مش بس عشان كأس الأمم. أكيد أكيد، ده واضح إنه جزء من خطة أكبر. بالظبط، دي خطوة لتعزيز مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية، وخصوصاً مع ملف استضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال. ودي نقطة مهمة جدا، كل تطوير زي ده بيضيف قوة للملف المشترك ده. تماماً، بيثبت إن المغرب قادر يجهز بنية تحتية على أعلى مستوى. تمام. طيب النقطة التانية بقى اللي محتاجين نوضحها، كان في كلام عن ماتش المغرب وبنين الودي، ناس فاكرة إنه ممكن يكون النهاردة. أيوة، وهنا لازم نوضح المعلومة الصح والمؤكدة إن الماتش ميعاده بكرة الثلاثاء 10 يونيو 2025، بكرة الثلاثاء. وهيتلعب فعلا في ملعب فاس اللي بنتكلم عنه ده. تمام، يعني على الملعب الجديد بعد التطويرات الأولية دي. بالظبط. والتفصيلة الأهم كمان إنه هيكون بشبابيك مغلقة. يعني بدون جمهور؟ أيوة، بدون جمهور خالص. فاللي عايز يتابع يبقى عن طريق القنوات الرياضية المحلية، أو يعني منصات البث اللي ممكن تنقله. يبقى كده خلاصة الكلام النهاردة بتتركز في نقطتين. أولاً، التجديدات الكبيرة قوي اللي بتحصل في ملعب فاس استعداداً لكأس الأمم 2025، وده بيعكس طموح كبير للمغرب. صح. وثانياً التأكيد على إن ماتش المغرب وبنين الودي هيكون بكرة 13 يونيو ومش النهاردة، وهيكون بدون جمهور. تمام. وده يمكن يخلينا نفكر في سؤال مهم للمستقبل: إزاي الاستثمارات الضخمة دي في البنية التحتية هترجع بفايدة على المدى الطويل على الرياضة وعلى الاقتصاد في المغرب؟ وهل فعلا الخطوات دي هتكون عامل حاسم في ملف استضافة كأس العالم 2030؟ بالظبط، ده سؤال مهم والإجابة بتاعته هنشوفها مع الوقت.